السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي أخوتي المتتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد نشارك معكم عصير كيجي منعش وكيجي لذيذ أخواتي. ندوز معكم كما كتشوفوا المكونات اللي غيخصوني في هذا العصير. هنا كما كتشوفوا عندي نص كيلو ديال الجزر اللي هو خيزو. بعد ما نقيته وصلته كما كتشوفوا كنقطعو على الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل اخواتي. راكم عارفين الطريقه ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وشجعوني اخواتي باش حتى نبدع ونزيد معكم القدام، راح ما كاينيش تشجيعات اخواتي. داكشي علاش نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وخليكم معايا باش تشوفوا القوام ديال هذا العصير وتشوفوا المكونات اللي غندير في هذا العصير. راه كيجي لذيذ اخواتي وكيجي رائع. وندير هذا الجزر ديالي انا كنقطعو على الطريقه ونديرو يتسلق ونرجع معكم. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ونتمنى غير التشجيع ديالكم. هادشي اللي كنتمناو. خليو لي تعاليق زوينه باش حتى نتشجع اخواتي. هنا كندير غير القياس ديال الماء، كنحاول نقطع الخيزو اللي كيكون بحال هكا غليظ كنقطعو باش كيتسلق ليا دغيا. غنسلقو غير نص سلقه وكندير فيه القياس ديال الماء باش هذاك الماء ما نضيعوش داك الماء اخواتي فاش غيتسلق. ندير فيه غير القياس كما كتشوفوا ونديروه يتسلق اخواتي ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما تسلق ليا خيزو خليته حتى برد. كما كتشوفوا راه الماء ديالو ما كنخويش، كنخلي الماء ديالو اخواتي. ضروري المنافع راه كاينين في هذاك الماء اخواتي. كما كتشوفوا عندي جوج ديال البنانات والسكر كيبقى على حسب الذوق. انا كما كتعرفوا ما كنكثرش السكر بزاف. نتمنى ان شاء الله نحيدو اخواتي. راه كما كتعرفوا السكر غير صحي للصحه. ايوا كما كتشوفوا كنقطع البنان ديالي على الطريقه هذه. كنزيد واحد ياغورت ديال الفاني. السكر عندي هنايا 3 ديال المعالق، ما غاديش نديرهم كاملين، ندير غير 2 ديال المعالق اخواتي صافي. وغنزيد هنا عندي 2 كيسان. هاد الكيسان هادو كيوزنوا كاس العلبه اخواتي ديال الليمون اللي هو البرتقال. وكنطحن العصير ديالي راه كيجي لذيذ اخواتي وكيجي رائع لهاد الحراره هذه. نتمنى الله يبرد علينا جميعا يا اخواتي، الله يرحمنا برحمته الواسعه. كما كتشوفوا القوام ديال العصير كيفاش كيجي. اللي بغاه يكون جاري كيزيد ليه الماء اولا البرتقال، اللي كيبغيه ثقيل يخليه على هذا الشكل اخواتي. راه كيجي رائع. انتما وبالصحه والراحه وجزاكم الله خيرا اخواتي. كما قلت لكم نتمنى التشجيعات ديالكم بالصحه والراحه.